هو مين أول ناس عملت القطايف؟ أول حكاية بتقول إن القطايف اتعملت لأول مرة في العصر الأموي، وأول واحد كلها في العصر ده كان الخليفة سليمان بن عبد الملك الأموي، والكلام ده في شهر رمضان سنة 98 هجرية. أما تاني رواية فبتقول إن الحلوانية في العصر الفاطمي كانوا بيتسابقوا مع بعض عشان ينولوا رضا الخليفة عشان يشغلهم في القصر، وقرر واحد منهم يخترع فطاير صغيرة يحشيها بالمكسرات وحطها في طبق وخرج بيها على الضيوف في القصر الملكي، أو عشان يدوق الضيوف اختراعه الجديد ويكسب بنطة عند الخليفة ويثبته في القصر. المهم الاختراع عجب الضيوف على الآخر وبقوا يقطفوه من بعض قطف، وعشان كده الحلواني سمى الاختراع بتاعه قطايف. أما الحكاية التالتة فبتقول إن القطايف أصلها من الأندلس وانتشرت في مدينة غرناطة وإشبيلية، اللي منهم اتعرفت في بلاد الوطن العربي وقت الحكم الإسلامي، عشان تفضل القطايف من أهم حلويات رمضان لحد النهاردة. قولولي بقى في الكومنتات إيه أكتر نوع بتحبوه.